اخطر حاجه تتوقع لمربي دجاج هي هذه اللي غادي نعاود لكم دابا. تبع معايا الفيديو باش تعرف شنو المشكل. هاد الايام هادي بحكم انني عندي شي اشغال وعندي يعني شي حوايج كنضطر انني نبعد على الدجاج لمده ديال 3 ايام 4 ايام بحال هكاك. هادشي اللي طرا في هاد المده هادي انا كنت سافرت، خليت انني عندي دجاجه قارقه ومن بعد زادت واحده اخرى، حطيت ليهم كل وحده تقريبا 12 بيضه، زاد عليهم البيض ديال الدجاجات اللي عندي. المهم الطوطال كانت كامله تقريبا واحد 50 بيضه ولا اكثر. خليت داكشي، حطيت لهم الماكله ديالهم، حطيت لهم كلشي ديالهم، سافرت. البارح ملي جيت كنتفاجئ بانني ما لقيت حتى شي بيضه. دخلت كنقلب، يعني ما كاينش الاثار ديال شي حاجه داخله اولا شي واحد اللي كلا البيض. كيف ما غادي تشوفوا معايا هنايا، ها هو يعني العشه ما فيها حتى شي بيضه، ما كاين حتى شي حاجه. وهنا كانت عندي الدجاجه اللي قارقه، كانت محطوطه تما الدجاجه الاولى، راه كنت وريتها في الفيديو اللي قبل. مني بديت كنقلب اكتشفت واحد الحاجه، انه اللي كياكل ليا البيض ماشي حيوان مفترس، ماشي شي واحد اللي داخل العشة، ماشي شي واحد زعما اللي يعني ماشي فاعل يعني من برا العشة. اللي كلا ليا الدجاج، اللي كلا ليا البيض عفوا، هو من داخل العشة. انا غادي نوريكم دابا شكون اللي دار لي هذه المشكله هذه. ها هو بيبي، هو اللي لقيتو انه تياكل البيض. كلا البيض ديال اللي كانت قارقه عليه الدجاجه، بدا كيتكون فيه الفلوس، وكلا البيض العادي. لهذا انا كنوصي اي واحد ديني، اي مربي دجاج، باش ما يطيحش في هذا المشكل هذا، ما يخليش البيض يبقى مجموع بمده طويله قدام الدجاج او قدام بيبي. لان هذا المشكل هذا، يعني هذه القضيه هذه كتولد انه الدجاج كتولي عنده ظاهره ديال الافتراس، وما يبقى يخلي لك حتى شي بيضه. وباش تحيد لي هاد الظاهره هذه، يعني كتطلب انك مجهود، وكتطلب يعني واحد شويه ديال الوقت باش كيتعود انه الدجاج عاوتاني ما ياكلش البيض. مهم، نتمنى هاد النصيحه هذه تكون عجبتكم، وهذا الفيديو يكون عجبكم.